السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم من شوارع وهران نسأل بسؤال توقعات نتيجة المباراة بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي لشان 2022 المقام بالجزائر. نترككم مع هذه المقابلات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية عطيرة لكل مشاهدي قناة المقام، مرحبا بكم عندنا هنا بالمركب الجواري. إذا في مناسبة نهائي شان 2022 للمحليين اللي راح يجمع إن شاء الله بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي، إن شاء الله كل الشعب الجزائري يتمنى تتويج المنتخب الوطني هذا باش نعاود إنسان تولي للفرحة فيما يخص بيت الاتحادية الجزائرية اللي راهي مخصوصة بعد ان شاء الله المنتخب الاول اللي هو ثاني جاب لنا القاب الافريقيه، ان شاء الله ثاني المنتخب المحلي يكون عنده ان شاء الله جانب من هذا التتويج ان شاء الله. حول نتيجة المقابله النهائيه بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي راح ان شاء الله تكون باذن الله 2-1 للمنتخب الجزائري ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المدرب عرب كمال، فئة أقل من 7 سنوات وفئة أقل من 14 سنة. بمناسبة النهائي تاع الشان المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب السنغالي، بطبيعة الحال نتمنى فوز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0 إن شاء الله بإذن الله، وهكا كنا نفرحوا ان شاء الله كاع الشعب الجزائري يفرح معاهم ان شاء الله. هذه هي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نهنئوا الفريق الوطني على الفوز في النصف النهائي. الحمد لله وين شفنا طريقه اللعب جديده ما كانت كيما الاولى، وين شفنا الديبيت ما كانوا فرق ما بين لي ماتش اللي فاتوا. لي بيت اللي سجلناهم كانوا لي بالي اريتي، كانوا عندنا دو بيت وين كانت لي بيت كانوا مخدومين، وين شفنا خرجات جدد. والحمد لله، وان شاء الله نتفائلوا خير في النهائي اللي يكون ان شاء الله مع السنغال، وان شاء الله نكونوا رابحين ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله الدعم الجمهور ان شاء الله يكون البقره ان شاء الله. النتيجة المتوقعة النتيجه المتوقعه ان شاء الله 2-0 اذا كتب ربي ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. توقعاتي نتيجة المباراة فريق المنتخب الوطني مع المنتخب السنغالي تكون مقابلة قوية إن شاء الله، ويكون المنتخب الوطني في القمة زي المباراة اللي فاتوا كان في القمة إن شاء الله، وماذا بينا إن شاء الله نربحوا 2-0.